ازاي تاكل حلويات طول فتره الدايت وما تزيدش في الوزن. ده فيديو انا مش عايز اعمله، بس في واحده حلفتني لانها كانت عامله دايت معايا وخست كويس، فدي النصايح اللي قالت لي اقولها لكم. 5 حاجات لازم تعملها وانت بتاكل حلويات عشان ما تزيدش في الوزن. فانا هقولها زي ما هي قالتها بالظبط. النقطة الأولى إن لازم تاكل الحلويات مع حد، فيبقى حد قاعد جنبك فتقسموا الحلويات ما بينكم انتوا الاتنين. دي رقم واحد. رقم اتنين إن لازم تجمع في الحلويات اللي أنت هتاكلها بروتين ودهون صحية، فممكن الحلويات تتعمل بزبادي يوناني أو زبدة لوز وتبقى معمولة مع الحلويات، عشان ده هيقلل ارتفاع مستوى السكر طبعا. رقم 3 لازم تاكل وجبة الحلويات دي اللي انت هتاكلها بعد وجبة كاملة فيها بروتين ودهون والياف صحية. فلازم تعملها يعني تبقى انت اتغديت مثلا طبق سلطة محترم ومعاه بروتين ودهون صحية، فهتاكلها بعدها. طبعا دي انا قلتها في فيديوهات قبل كده. رقم 4 لازم تاكل حلويات ببطء جدا جدا عشان تستمتع بكل حتة وما تجوعش تاني بعدها. رقم 5 ان لازم الحلويات دي تعرف تتعمل ازاي بطريقة صحية، ولازم انت بنفسك اللي تعرف الطرق دي، لان النت مليان كتير جدا جدا جدا. فدي 5 حاجات هي عملتها. هي خاسه معايا اكتر من 20 كيلو، وساعدتها جدا جدا ان هي تاكل حلويات وتوصل ان هي ما تزيدش في الوزن.